هلا أحبتي، أحب أحكي موضوع هو حلو وجدا مهم بحياتنا. شلون لازم نحافظ على الأشخاص اللي نحبهم. يعني بشكل عام الموضوع سواء العلاقات أو بين الأزواج، لازم الإنسان اللي يعرف نفسه يحب شخص لازم يحافظ عليه وما يخسره. يعني من يخسره ما هي بعد، يعني ينتهي كل شيء، ينتهي الشعور، ينتهي الإحساس، ينتهي كل شيء. يعني الإنسان ما يقدر بعد ينطي الشعور، خاصة الناس الصادقين ما يقدرون يستمرون ويا أشخاص يعني سووا سوء تصرفات ما حلوة وياهم، لأن هم كانوا يعني عايشين وياهم بالصدق بحب حقيقي. من يشوفون الأشخاص سووا سوء تصرفات ظهرت يعني أكيد حيرحلون ويبتعدون. فدائما خصوصا يعني نصيحة لكل الرجال، اللي ترى مو كل النساء سواسية، مو كل النساء ما عندها يعني كرامة، مو كل النساء تبقى تتحمل وتتمسك وعنده هواية تصرفات خاطئة وسوء تصرفات. مو كلها سوى، خصوصا إذا كان يحبها ويحبها بعمق ويحبها كلش هواية. يعني ألاحظ بعض الأزواج كلش يحبها ويسوي شغلات هواية، وبعدين من يخسرها يظل مقهور ومتأذي. لا، أنت أعرف شلون تحافظ عليها، أعرف شلون تتصرف وياها. يعني مو كل النساء سوى، مو كل النساء حتتوسل بيك، مو كل النساء تنزل من نفسها ومن كرامتها. لازم تاخذون هذا الشيء بنظر الاعتبار حتى لا تخسرون الناس اللي تحبوهم. يعني الإنسان إذا ما يحب عادي ما حيهتم، ولا اهتم أنا عفت هذا الشخص أو رحت من عنده أو سويت سوء تصرفات وراحت الزوجة عفتني، إذا أنا ما أحبها ما أهتم. بس الشخص اللي يحبها جدا جدا حيهتم، وحيبقى طول حياته نادم ومتندم لأن هي راحت من عنده. فالفرص الجميلة تأتي مرة واحدة، والمرأة الصادقة والجميلة والطيبة بشكل عام أحكي، سواء بالعلاقات أو زوجية أو بعلاقات الشباب بداية العمر، عامة المرأة الصادقة والجميلة مرة واحدة لا تتكرر. فحافظوا على من تحبون، سواء هسه شبابنا بالكليات بالدراسة، حافظوا على من تحبون، لا تسوون سوء تصرفات تخليهم يبتعدون، لأن مو كل النساء سواسية. أحبكم بالله.